الفيلم بيبتدي على الساحل وبنشوف صياد بياخد المركب الصغير بتاعه علشان يستعد لرحلته، وبيعدي بحرص عند كهف مائي وبيوصل للبحر المفتوح. وبعد شوية وهو ماشي في البحر الجو بيتغير فجأة وبيطلع ضباب تقيل جدا وبيحجب عليه الرؤية. الصياد بيقرر ساعتها انه يرجع تاني على الشط، ولكن فجأة حاجة بتخبط في المركب بتاعه وده بيهز القارب بعنف. الصياد اتزحلق وكان هيقع في البحر ولكن لحق نفسه في اخر لحظة، وبعد لحظات بيشوف مركب شراعي اكبر من المركب اللي هو كان راكبها بتتحرك من غير هدف. قرب منه شوية ولاحظ ان اسم المركب ايلوس. فضل ينادي على حد يكون موجود عليه بس ما كانش فيه حد بيرد. الفضول اخده وقرر يطلع يشوف اللي جواه. قبل ما ينط على المركب الكبير ربط المركب الصغير بتاعه في المركب. بعد كده طلع على المركب واتفاجئ انه فاضي، لكن كان في حاجات اساسية زي الاكل والمية. كمان لقى جهاز راديو وحاول يتواصل مع اي حد بس ما كانش فيه رد. وبعد ما لف شوية في المركب قرر انه يطلع على السطح، لكن اتصدم جدا لما لقى المركب بتاعه اختفى بطريقة غريبة.